حيهم من جديد في مقطع الفيس كام، ولكن هذا مو أهم شيء حصل في مقطع اليوم. أول مباريات الجولة من الأندية الأربع الكبار، النصر يتعادل مع أبها بنتيجة 2-2 في آخر الدقائق. أبها سجلوا هدف أسطوري. أما بالنسبة لقمة الجولة اللي كانت في الجوهرة، الاتحاد يخسر من الأهلي بنتيجة 1-0. لكن الموضوع الغريب انه الاتحاد كانت عنده اكثر من هجمه محققه، وكان يمديه مره يسجل هدف مره كثير، لكن ما ادري ايش صار صراحه. بنزيما تفنن بضياع الفرص، وروما كمان ضيع فرصه ما ادري كيف ضيعها، مع انه احنا متعودين من روما انه الحل الاول. اما الهلال كان يواجه الاخدود، والاخدود اذا سجلت عليهم بدري فانت ريحت طول المباراه، والهلال ممكن اسرع فريق سجل على الاخدود في هذا الموسم. غضون 10 دقائق بس الهلال تسجل الهدف الاول على الخلود عن طريق ميشيل. هنالك في البريمير ليج توتنهام ينتصر على السيتي بنتيجة 1-0 عن طريق هدف جابرييل مارتينيلي اللي جاء من الدكة. بالنسبة لمباراة النصر دخل المباراة بشكل مرة ممتاز، الجمهور كان مملي الملعب، التيفو كان رهيب، كل شيء كان من مصلحة النصر، وبالذات في أول دقيقتين النصر سجل الهدف الأول. الأمر ما وقف هنا، وبعدها بشوي تاليسكا سجل الهدف الثاني في المباراة في هجمة من هجمات أبها، بلنتي لصالح أبها، وأنا أتفق مع الحكم بحكم أنه بلنتي واضح الصدق. هنالك في إنجلترا أرسنال يواجه السيتي وينتصر عليه. صراحة في الشوط الأول كان مستوى باهت للفريقين، وعن نفسي أشوف ديربي جدة اللي كان يوم الجمعة أفضل من كلاسيكو إنجلترا. برر ذلك الغيابات السيتي والغيابات أرسنال. اللي غايب من السيتي تقريبا أهم لاعب في المنظومة اللي هو رودري، وغايب من أرسنال نجمهم الأول اللي هو ساكا. ولكن عندي معلومة على وسط تشيلسي السابق ووسط السيتي حاليا اللي هو نسيت اسمه، بس الكرواتي. يقولوا الأول على أوديغارد كان جدا عنيف، وعن نفسي راح اديه بطاقة حمراء على طول، ولكن الحكم هون وقاعد يركز ويفكر زي البشر، وبعدين اداه كرت اصفر. بعد تقريبا 5 دقائق بس، يعني ما مدى نسى اصلا انه اخذ كرت اصفر، اتدخل تدخل على رايس تقريبا بنفس قوة الاول اللي انا كنت بديه احمر، ولكن الحكم تساهل معه واداه اصفر، وثاني مرة الحكم تساهل معه وما اداه ولا كرت. لكن بعد شوط اول ما في ولا هجمه خطيره للفريقين، في الشوط الثاني قرر ارتيتا انه يدخل جابرييل مارتينيلي، وفي الشوط الثاني كان مستوى احسن، ولكن لا زال انه الفريقين تقريبا يبغون التعادل. ففهم بيب جوارديولا من ارتيتا انه يبغى التعادل، فبيب هدى وقاعد يمسك الكره في دفاعه، وفجأة كذا في هجمة خاطفة تقريبا زي هجمة الأهلي على الاتحاد اللي سجل منها كيسيه، كرة بالراس وتحضير وتسديده وهدف على طول، ولكن صقعت براس آكي، عشان كذا لخبطت فيه.